تمزق في العضلات، مشاكل في الركبة، مشكلة في الكوع، تنس وجولف إلبو، وأكتر من كده كمان بنسمعه عن التدريب في الجيم. طب هو ليه الجيم أو الحديد أكتر رياضة فيها إصابات؟ لأن هي تقريبا أكتر لعبة شعبية فردية في العالم كله، كل الناس بتجرب الحديد وبتجرب تروح الجيم والكلام ده كله. تاني سبب إن الناس مش بتتعامل معاه إن هو رياضة، الناس بتتعامل معاه إن هو قهوة، كأني نازل أتفسح كده. يعني حد يقول له مثلا أنت رايح فين؟ أنا هنزل الجيم شوية كده. طب عندك إيه النهارده؟ أه هلعب شوية رجل. يعني رايح القهوة هاشرب شوية شاي، هو نفس الكونسبت. عشان الناس مش شايفاه رياضة ففاكرة إن هو موضوع سهل، فبيروحوا عادي من غير مدرب. شيل بقى شوية أوزان، طب تعالى نجرب اللعبة دي، فده يا إما هيسبب إصابة يا إما مش هيبقى فيه تطور فهيسيب الجيم ويمشي. ثالث سبب هو مشكلة التستوستيرون بقى والرجولة الزيادة، وقصة تحدي الأوزان، وإن أنا رايح ألعب بقى ويت ليفتنج، مش رايح عشان أطور جسمي وأشغل العضلات ويبقى شكلي أحسن والكلام ده كله. شباب كتير وهم صغيرين، وده طبيعي وأنا كنت واحد منهم، يعني ان وانت صغير دايما بيبقى فيه شويه باور كده، فانت عايز تروح، بيبقى فيه حته المنظره، هو الحديد نفسه فيه اغراء. يعني ان انت تبقى النهارده بتشيل 10، بكره 15، الاسبوع الجاي تشيل 20، ده اغراء. فلازم تمسك شويه نفسك في حته الاوزان دي، وبلاش الجلاله تاخدك قوي، لان ده في الاخر هيسبب لك برضو اصابات. اخر سبب بقى وهو برضو مشكله كبيره، بيبقى فيه سن التكبر. يعني انا مثلا لعبت النهارده كتف وحاسس بالم، لا انا هروح اخد الدش السخن السحري وبكره ابقى زي الفل، احط شويه تلج وبكره انزل الجيم تمام. لا، انت مش دكتور ولا ينفع تعمل كده في نفسك. روح لدكتور وشوف. قال لك حط شويه تلج وانزل تاني عادي، اوكي. قال لك في دواء او في حاجه هتمشي عليها اسبوع اسبوعين عشان تعرف ترجع تتمرن تاني، اعمل ده. بس ما تسيبش نفسك في الاخر تخلي الاصابه هي اللي تقعدك. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.